اللي في الصوره ده هو الكونت الفرنسي سان جيرمان. ايوه سان جيرمان نفس اسم باريس سان جيرمان، وتقريبا هم سموا النادي تيمنا به. بدايات الراجل ده او امتى اتولد او حتى فين اتولد تقريبا مش معروفه، بس الاغلبيه وعلى حسب اللي كتبته اليزابيث اوكلي في المذكرات بتاعتها انه اتولد في سبعينيات القرن ال17 تحت اسم سان جيرمان، وانه ابن امير ترانسلفانيا واتولد عام 1690. بس في نفس الوقت كان في اشاعات تانيه بتقول ان هو الابن الغير شرعي لارمله تشارلز الثاني ملك اسبانيا ماري انا. ده غير بقى اللي بيقول ان هو كان عايش في فتره سيدنا عيسى، يعني تقريبا قبل 2000 سنه، يعني حتى جنسيته او مكان ولادته مش معروف. ومن ضمن الاشاعات برضه في اللي قال لك ان هو ابن ملك البرتغال جون الخامس. الحقيقه تقريبا محدش يعرفها، بس الاغلبيه اشتركوا ان هو ابن من عائله ملكيه. سان جيرمان كان عبقري جدا في الكيمياء، واعتقد ان هو ده سبب خلوده، لانه قدر انه يكتشف سر حجر الاسقاط، او خلينا نسميه بالمسمى اللي كلكم عارفينه حجر الفيلسوف. وهو ده نفس الحجر اللي ظهر في سلسله هاري بوتر في الجزء الاول. الحجر ده بيقال عنه ان هو كان قادر يحول اي حاجه لذهب، ومن ضمن مستخلصاته كان في ماده لو شربتها تقدر تكون خالد. طبعا الكلام ده مش من عندي، ده اللي بيتقال. يعني كان عبقري في الرسم، وكان عبقري في الموسيقى، وكان تقريبا بيتكلم بكل لغات العالم. فضل عايش لحد سنه 1760 تحديدا. في السنه دي بدات الناس تعرف ان هو خالد، لان في السنه دي كان في حفله نظمتها مرات ملك فرنسا الملك لويس ال15. كان في كونتيسه عجوزه في السن سمعت ان الكونت سان جيرمان هيكون موجود في الحفله دي، وعلى طول سافرت لمكان الحفله، لانها بكل بساطه كانت تعرف الكونت سان جيرمان ايام لما كانوا عايشين مع بعض في البندقيه. الغريبه انها لما شافته كان في نفس السن اللي شافته فيها عام 1710، ما كبرش ولا حتى سنه واحده، لدرجه ان هي افتكرت ان هو ابن الكونت سان جيرمان وطلع شبه ابوه. بس لما اتكلمت معاه قال لها لا، انا الكونت سان جيرمان، وانا اللي كنت عارفك عام 1710. وعلى فكره في الفتره دي انا كنت بحاول ان انا اتعرف عليكي واتقرب منك. طبعا هي لما سمعت الكلام ده انبهرت، ما كانتش مصدقه، والطبيعي ان اي حد ما يصدقش، لان في سنه 1710 كان تقريبا سنه ما بين ال 40 وال 45 سنه، وفي الحفله دي الكونتيسه كان تقريبا عمرها داخل في ال 90، وهو لسه زي ما هو 45 سنه.